أكرمنا الإخوة وأعطونا الجواز الفلسطيني تكريما لمثلي، وإن كان للأسف إخواننا في فتح أغضبهم هذا وقالوا إن من لا يملك أعطى من لا يستحق. لا إسماعيل هنية يملك إعطاء الجواز ولا يوسف القرضاوي يستحق الجواز. شكر الله لهم وسامحهم الله وغفر لهم. والله إني أعمل لقضية فلسطين وأنا ابن 15 سنة. أنا الآن في 87، صار لي 72 سنة وأنا أتحدث عن قضية فلسطين بالقصائد، بالخطب، بقيادة المظاهرات، بالسجون أحيانا. لقينا ما لقينا من أجل هذه القضية، لا نمن على أحد بذلك، هذا واجبنا. نرى أن العمل لقضية فلسطين واجب على كل مسلم بما يقدر عليه. هناك من يقدر بالمال يجب أن يدفع المال، هناك من يقدر بالكلام يجب أن يؤدي بالكلام، هناك من لا يستطيع إلا الدعاء يدعو، هناك من يستطيع يجمع الناس يجمع الناس. كلنا يجب أن نعمل لقضية فلسطين.